انت مش لوحدك، انا كمان عندي ديسكات في مرض مناعي، واغلب تلميذاتي عندهم تقريبا. كشفت اي حد في الشارع هيطلع عنده ديسكات. فما تقلقيش، الرياضه هتغير حياتك لما تعملي تمارين تقويات مناسبه لمستواكي وتبتدي واحده واحده. التقويات وعضلاتك القويه هي دي اللي هتشيل وزن جسمك، عشان انت في حياتك اليوميه بتشيلي حاجات تقيله من الارض، بتشيلي اكياس الخضار، بتطلعي تنزلي على السلم، بتقعدي تقومي على الكرسي. فلازم الحاجات دي تبقى شبه تمارينك. فتمارين الوظيفيه او الفانكشنال تريننج هو ان انا مثلا بعمل تمرين سكوات فبقوم وبقعد مع الكرسي، بعمل تمرين اسمه ديد ليفت بشيل وزن تقيل مع الارض وبشيله، بعمل تمارين شولدر بريس كاني بحط وزن في حياتي اليوميه فوق على الرف او حاجات فيها بلف. فاعملي تمارين شبه حياتك اليوميه وقوي عضلاتك واحده واحده. التمارين هي اللي هتقلل وجع المفاصل. تمارين اليوجا كمان هتساعدك انك انت تقللي التوتر، تساعد انك انت تقللي من الامراض المناعيه. كمان اطالات اليوجا هتساعدك انك انت ما تحسيش بالوجع والسبازم اللي بيحصل في العضلات. ابتدي كل صحي، لان الاكل المش صحي والاكل المقلي بيزود الالتهابات في الجسم. ابتدي كل صحي، اكل مليان بالفايبرز او بالالياف، وهتلاقي حياتك بتتغير. مهم تبتدي، والاهم تستمري. I love you.